حب بيتك من تاني. أسرار بسيطة هتخلي بيتك مصدر راحة وسعادة كل يوم. ايه اللي هيخلي واحدة تدخل بيتها وتحس بالراحة، وواحدة تانية تدخل نفس البيت وتحس بالاختناق؟ هل المشكلة في مساحة البيت، ولا في الفلوس، ولا في الديكور؟ بصراحة اكتشفت ان الموضوع عمره ما كان كده. في بيوت بسيطة جدا لكن اول ما تدخليها تحسي بدفى وراحة، وفي بيوت مليانة كل حاجة لكن اصحابها مش مرتاحين. في الفيديو ده هقولك الاسرار اللي غيرت علاقتي ببيتي وخلتني احب اقعد فيه واصحى كل يوم وانا مرتاحة نفسيا. ولو طبقتي 3 حاجات منهم هتحسي ان بيتك بقى مكان بيرجعلك طاقتك بدل ما يسحبها. ويلا بينا نبدأ. اول سر، واللي بصراحة فرق معايا اكتر من اي حاجة. واول سر، بيتك بيبدأ من حالتك النفسية مش من ديكوره. اول حاجة اكتشفتها ان البيت عمره ما بيبقى مريح بسبب الاساس او الديكور، لان في ناس بيوتها بسيطة جدا لكن اول ما تدخليها تحسي بالراحة، وناس تانية صرفت الالاف وبرضه مش حاسة بسعادة. ليه؟ لان الطاقة اللي بتدخلي بيها البيت هي اللي بتحدد احساسك بيه. انا زمان كنت اول ما ادخل البيت ابص على كل حاجة ناقصة، الغسيل، المطبخ، التراب، فكنت بحس ان البيت بيخنقني. لكن لما غيرت طريقة بصتي كل حاجة اتغيرت. بقيت اول ما ادخل افتح الشباك، ارتب ركن صغير في 5 دقايق، واعمل مشروب بحبه. عايزة اقولك ان الحاجات الصغيرة دي خلت البيت بيستقبلني براحة بدل ما يستقبلني بضغط. جربي من النهاردة تدخلي بيتك وتعملي حاجة واحدة بس بتحبيها قبل اي شغل، وهتشوفي احساسك اتغير ازاي. لكن السر اللي بعده هو اللي خلاني فعلا احب اقعد في البيت، وفرق معايا بطريقة ما كنتش متوقعاها. اما السر التاني، ركن واحد دافي ممكن يغير احساسك بالبيت كله. انا زمان كنت فاكرة ان لازم كله يبقى مثالي عشان احبه، لكن اكتشفت ان ده مستحيل. اللي فرق معايا ان عملت ركن صغير بحبه، كرسي مريح، كوب قهوة، شمعة او اضاءة هادية، بطانية خفيفة او حتى نبات صغير. بقيت اول ما اتعب اقعد في الركن ده 10 دقايق، وبصراحة بقيت احب البيت اكتر، مش لان البيت اتغير لكن لان بقى في مكان بيهديني. اعملي لنفسك ركن صغير حتى لو في متر واحد بس. والسر التالت، ريحة البيت اهم من شكله. في مرة دخلت بيت واحدة صاحبتي، اول حاجة لفتت انتباهي مش الديكور، كانت الريحة، ريحة نظافة وراحة. ومن يومها بقيت مهتمة جدا بريحة بيتي. مش لازم معطرات غالية، ممكن تهوية كويسة وغسيل نضيف وبخور خفيف او قهوة بتفور. الريحة اول احساس بيستقبلك قبل ما عينك تشوف اي حاجة. ونيجي بقى للسر الرابع، ما تستنيش البيت يبقى كامل. دي كانت اكبر غلطة. كنت دايما اقعد اقول لما اجيب الانتريه الجديد، او لما اغير الستارة، لما اجيب السجادة، وساعتها هحب البيت. بس الحقيقة كل مرة كنت بجيب حاجة كنت الاقي نفسي مستنية الحاجة اللي بعدها، لحد ما فهمت ان الرضا بيتعلم. ابدأ استمتعي باللي عندك دلوقتي. اما السر الخامس، الفوضى الصغيرة بتسرق راحتك. انا مش بتكلم عن بيت لازم يبقى زي الفنادق، لا، لكن اي ركن فيه كركبة طول الوقت بيستهلك طاقتك. جربي كل ليلة ترتبي 10 دقايق بس، هتصحي الصبح ونفسيتك اخف بكتير. ال10 دقايق دول من اكتر العادات اللي فرقت معايا. السر السادس، دخلي تفاصيل تفرحك. ممكن مج بسيط بتحبيه، ووردة، مفرش جديد، مخدة مريحة. الحاجات الصغيرة دي ممكن حد يشوفها تافهة، لكن هي اللي بتخلي البيت ليه روح. وما تستنيش مناسبة عشان تدلعي نفسك. السر السابع، بيتك مش للمنافسة. واخيرا، بطلي تقارني بيتك ببيوت السوشيال ميديا. احنا بنشوف دقايق من تصوير مرتب لكن ما نعرفش الحقيقة.
بيتك مش محتاج يبقى كامل، هو محتاج يبقى مريح ليكي. البيت السعيد مش هو الأجمل، البيت السعيد هو اللي تحسي فيه بالأمان والسكينة. وعايزاكي تفتكري إن البيت مش مجرد مكان بنعيش فيه، البيت هو المكان اللي بيرجعلك طاقتك بعد يوم طويل. ابدأي بعادة واحدة بس من اللي اتكلمنا عنها النهاردة، وما تحاوليش تعملي كل حاجة مرة واحدة. ولو وصلتي لحد هنا اكتبيلي في التعليقات أنا هبدأ أحب بيتي من النهاردة. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش اللايك والاشتراك في قناتك بهدوء مع منى، واستني في الحلقة اللي جاية من سلسلة البيت الدافئ، لأن في أسرار بسيطة هتخلي بيتك فعلا المكان اللي تحبي ترجعي له كل يوم. وافتكري دايما البيت مش بيتبني بالحاجات الغالية، بيتبني بالمحبة والراحة والعادات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم. أشوفكم في الفيديو اللي جاي، وخلي بيتك دايما المكان اللي يطمن قلبك.